السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض حاجات كتير، كذا حاجة، 3 حاجات: تفريز الكرنب، وهنعمل مع بعض سمك، وبرضه هنعمل تفريز الجزر. الكرنب طبعا كلنا بنحبه، بنعمله كم مرة في الشهر تقريبا. انا بعمله تقريبا 3 مرات في الشهر، وولاد عايزين اعمله 2 في الاسبوع، بس هو شغله كتير وبيهبطني، فبعمله يعني كل 10 ايام مرة. ودلوقتي هبتدي معاكم بالسمك. ده سمك مكاريل او بلاميطة. انا عامله الخلطه اللي انتوا شايفينها دي في التلاجة، خلطه حاره وخلطه مش حاره، فجبت الخلطه الحاره على الخلطه اللي مش حاره ولخبطتهم في بعض عشان يبقى فيه سنه حراره كده في السمك. الخلطه دي عباره عن توم وجزر وشطه، واحده توم وجزر وواحده شطه وملح وبهارات وتوم برضو فيها. الخلطه دي بتنفع في كذا حاجه، بتتحط في السلطه، بتتحط في الخضار، تحطها في كذا حاجه. المهم حشيت السمك وحطيت عليه دقيق. الدقيق حط عليه شويه ملح وشويه بهارات برضو. طريقة القلي السمك بالطريقة دي ما بتستهلكش زيت كتير، هما شوية زيت صغيرين في الصينية. الصينية دي بتاعت البوتاجاز، بستعملها في حاجات كتير، بستعملها في كل حاجة. يعني انتوا عندكم صينية البوتاجاز دي ما بتستعملوهاش، ناس كتير بتعمل كده، لا انا بستعملها وبعمل فيها القرص وبعمل بقلي عليها السمك وبعمل فيها كل حاجة. بس ما بخلص عليها اي حاجة بغسلها واعينها واخليها زي الفل. ودلوقتي دخلنا في الكرنب. الكرنب تحطها على النار، بس سلقة بسيطة خلاص، تشيليه من على النار بسرعة. الطريقه ديت بتنفع تخزنين رمضان وغير رمضان. يعني انت ممكن تجيب الكرنبه وتعملها كده وتعينيها، لما تيجي تعمل كرنب هتلاقي نفسك ما تهبطيش كتير لان في حاجه جاهزه. هجيب الكرنب واحطه في الميه بحط فيها شويه ملح صغيرين، ما تكتريش الملح فيها عشان الملح بيهري الورق، فشويه ملح صغيرين وشويه كمون بس. ولو ما عندكش اي حاجه من ديت ممكن تحطها في ميه بس، مفيش مشكلة. بس اهم حاجة ما تهريش الورق، خليه يا دوبك يطرى بس وتروحي شايلاه من المية. وبجيبه وبقطعه بالشكل ده. انت ممكن تجيبيه في رمضان وغير رمضان، يعني مش شرط تفرزيه على رمضان. انا بفرزه في الاوقات العادية لو اتاحت لي الفرصة. اليوم ده كنت جايبة كرنبتين، الاتنين عملتهم بالشكل ده. الاولانية حطيتها في الكيس ده، هوريكم الوقت الكيس، ودي التانية. حطيت اللايك وعملت الاشتراك. اتك على كلمة اشتراك ودوسي على الجرس، هيجيلك كلمة الكل، دوسي على كلمة الكل عشان يوصل الكل جديد. دي الكرومبة التانية حطيتها في الكيس بالشكل ده. الكيس ده بربطه، بطلع منه الهواء، ما بياخدش مكان في الفريزر. ولما اجي اعمل بقى الكرومب وتبقى الورق كده جاهز، يا سلام، انا مبسوطة قوي. اللي بيعمل كده يقول لي، واللي عندها طريقة جديدة يا ريت تقول لي. بقطع الحتة التخينة وبشيل الحته الاخيره برضو بتبقى رقيقه قوي، ما تبقاش حلو. واللي بيفض من الكرنب ممكن تخليه وممكن تعملي سلطه. يعني انا كان عندي النهارده سلطه السمك اللي انتوا شايفينه في الاول ده. عملت فيه شويه كرنب من الورق، شويه ورق كرنب كده ابيض وحلو، عملته في السلطه. ما احنا ما سلطه الكول سلو فيها كرنب، فعادي لما تحط في سلطه الطماطم كرنب. اللي بتعجبها حاجه من حاجاتي يا ريت تقولي، واللي في حاجه مش عاجباها يا ريت تقولي. تفاعلوا معايا كده، احس ان انتوا معايا. بتبسط قوي بتعليقاتكم، وبتبسط قوي من الناس اللي بتستنى حاجاتي، وبتبسط من الناس اللي بتقولي انت غبت علينا ليه. وفي ناس كتير بتقولي الكرنب بتاعك فتح نفسنا وجبنا كرنب، وفي ناس كتير تقولي احنا عملنا زي كذا. بتبسط قوي بالكلام ده. ده الجزر هقشره واحطه في الكبه وعينه، يعني ممكن تعينيه في التلاجة عادي، مش ما تعينيش في الفريزر. المقشره دي بقول لكم ان المقشره اللي فيها حته سودا دي هي اللي حلوه. انا كنت جايباها من يجي سنه ب35 جنيه، والمقشره التانية ام 5 جنيه وام 7 جنيه وام 10 جنيه. دي ما بتبقاش حلوه، فما تجيبيش من الرخيصه. هاتي مقشره حلوه من الغاليه، هتصبر معاكي وتعيش معاكي. وده الجزر بعد ما ضربته في الكبه وحطيته في علبه بغطا. دي ممكن ما حطيتش حاجه غير في الجزر، ولا ملح ولا اي حاجه،
لان ممكن تحطيه في العصير، ممكن تحطيه في السمك، في السلطة. متنسوش اللايك والاشتراك. سلام.